نحن الآن في أجواء مباراة نارية تجمع بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. المباراة تلعب اليوم وكل الأنظار متجهة نحو هذا اللقاء الحاسم الذي سيحدد المتأهل إلى نصف النهائي. تذكير مهم: برشلونة يدخل المباراة تحت ضغط كبير بعد خسارته ذهابا بنتيجة 2-0 ويحتاج إلى ريمونتادا قوية لقلب النتيجة. بداية المباراة صافرة البداية، الكرة الآن في وسط الميدان. أتلتيكو يحاول فرض أسلوبه الدفاعي القوي بينما برشلونة يدخل بقوة بحثا عن هدف مبكر. الدقيقة 10، ضغط كبير من برشلونة، تمريرات سريعة، محاولة أولى لكنها تمر بجانب المرمى. الدقيقة 25، أتلتيكو يرد بهجمة مرتدة خطيرة، تسديدة قوية لكن الحارس يتصدى ببراعة. الدقيقة 40، فرصة خطيرة جدا، الجماهير على أعصابها، المباراة مشتعلة بكل المقاييس. الشوط الثاني، برشلونة يرفع الإيقاع، ضغط مستمر، أتلتيكو يدافع بكل قوة، كل كرة الآن قد تغير مصير المباراة، كل هجمة قد تكون حاسمة. الأجواء مشتعلة، التوتر في أعلى مستوياته، والجماهير تعيش لحظات لا تنسى. هل ينجح برشلونة في العودة أم يحسم أتلتيكو التأهل؟ تابعوا معنا حتى النهاية، ولا تنسوا الاشتراك للمزيد من البث المباشر والتغطيات الحماسية.